مثل نفسك على فراش مرض الموت، تصور نفسك وأنت في النزاع، تخيل نفسك والروح تخرج من بدنك. هل أنت مستعد لتلك اللحظة؟ وقد تكون الآن، هذه اللحظة قد تكون لنا جميعا الآن. فهيئ نفسك قبل فوات الأوان، وتخيل نفسك وقد صرت من جملة الأموات ووضعت على المغتسل، وجردك المغسل من ثيابك إلا ما بين السرة والركبة، وبدأ بصب الماء عليك، ثم أدرجت في أكفانك بعد ذلك، وحملت على الأكتاف إلى المقابر، ووضعت في تلك الحفرة، ورد عليك التراب، وانصرف عنك الأهل والأحباب، بقيت وحيدا بين التراب، بقيت وحيدا، وعملك القليل لا يدخلك في الصالحين. انصرف عنك الناس، تركت الأموال، خرجت من أبنية الدنيا، تخليت عن ما كنت تقاتل من أجله رغما عن أنفك. تخيل نفسك وقد وضعت عليك تلك الألواح الحجرية. تصور وقد جاءك منكر ونكير، فما هو جوابك؟ هل أنت ممن تفرح وتسعد، أم تصعق وتبكي؟ يا هل ترى ماذا يقال لك عند الموت؟ أبشر برحمة الله ورضوانه، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. وتخيل الذي يقال له أبشر بسخط الله وعذابه. بتلك الكلمة قلبه يكاد يتمزق،